دي بيجيبوا له ايه؟ انا مش عارف، فقلت اجيب لك فخفخيني. عرفت منين ان البت كسبتني؟ هو انا بس اللي عرفت؟ ما الدنيا كلها عرفت. ده البي بي سي والسي ان والام بي سي والبي سي ار. معلش استنى انا بقى الطلعه دي. معلش يا طنط. انكل غريب البواب احترمتك حلو؟ استاذنك سيب الراجل في حاله وما تكلموش النهارده عشان الدكتور قال محدش يستفزه، هو اصلا شعرك لوحده بيستفزه. انا عندي سؤال صغير بسيط قد كده، عايز اعرف ايه البنت سفلتيته واديته على وشه. انا ما حدش غلبني، ما حدش غلبني. لا اللعبه ابوس يدك انقذتني. مساء الخير على اللعيبة. اجتماع المهمة العاشرة. أعضاء مجلس اللعبة لسه مخلصين حالا، وتم الإجماع إن مهمتكم الجديدة هتكون جايزتها 5 مليون جنيه. دلوقتي هيرن جرس باب شققكم. عرفت ازاي؟ كل لفة وصندوق من دول عليهم اسم شخص فيكم. مطلوب من كل واحد يوصل الحاجة دي للعنوان الموجود عليها وهو شايلها ومن غير ما يسيبها لحظة أو يداريها. والفريق اللي هيوصل أكبر عدد من الحاجات دي هو الكسبان. وقت بريك مجلس إدارة اللعبة جه. يلا افتحوا الصناديق دي عقبال ما ارجع لكم. تشاو. هو انا مش فاهم، هل هم باعتيني اللفه دي فاضيه ولا هل هم عايزيني اودي البتاع دي كلها؟ بقول لك ايه يا مستر موزو، كلم كده اللعبه قول لهم في غلط في الاوردر. يعني اللعبه بعت لك لفه فاضيه ومش بعت لي انا حاجه؟ قسيمة جواز عباس أبو ليلى على مروة السيد متولي، هتوصلها العنوان ده. سهلة. قسيمة الجواز هتوصلها العنوان. ما فيهاش تفكير. لا ما فيهاش تنظير خالص. استنوا يا جماعه، استنوا، بلاش بقى غباء وهمجيه. استنوا هنفتح واحد واحد. انا اول واحد هبدا. اوكي ورد، مستشفى الجيزه العمومي، الحاج حسين المنياوي. ماشي سهله. ايه دي؟ غسالة؟ هشيل غسالة واوديها فين؟ نهار اسود! الشيله والمصيبه السوداء مش في ان انا اشيل الغساله دي على دماغي، ماني شايل هم الدنيا كله وساكت، بس هشيل دي واطلع لغايه برج القاهره فوق عشان اوصلها اخر دور، ده فيها ولا 9 ادوار، هعملها ازاي دي؟ يتم توصيل الكحك لعم احمد، الراجل اللي مستخبي من الطار في كهف سنور. الكهف ده فوق جبل في بني سويف، وانا فيا حيل اطلع جبل؟ ما فيكش حيل تطلع من الشقه اصلا يا بسيوني. وساعدوني اللي احنا مش لاقيينه ده. اللعبة جايبه له ايه يشيله؟ اتيليه عودي التجمع الخامس. وسيم، انا مش ينفع امشي بالفلوس كده في الشارع، لازم شنطه ولا حاجه احطهم فيها لحد ما اوصلهم الاتيليه. ازاي يعني؟ قال ما ينفعش نخبيهم، لازم نمشي بيهم كده، لازم نمشي ورا الرولز. وانت مش هتفتحي لفتك؟ أنا زعلانة من عمو اللعبة قوي يا موز. ليه؟ ينفع يبعت لهم كلهم لفات كبيرة كده وأنا يستهفأني ويبعت لي تشيكن رول؟ شيماء، هو انت عارفة التحدي ايه المرة دي يا دماغ الجاموسة؟ إيه؟ اللي يشيل الحاجة اللي هنا يوصلها العنوان اللي هنا، يعني كل ما الحاجة تبقى خفيفة وصغيرة يبقى أحسن. يعني كده أحسن؟ أيوه أحسن يا غبية. يبقى كده اللعبة بتحبني أنا أكتر واحدة. نيلي على عيني. دي تذكرة طيران، يا رب تطلع ليكي. لا مش ليكي، هتوصلي التذكرة دي للعنوان ده. شارع النور، ميدان الخليل. الأبجية بقى جميل، يخش الأبجية وفي إيده دبدوب وعليه قلب. لا 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 اهدى يا جميل، اهدى يا جميل، بتعمل ايه؟ هي اللعبة قصدها تهزقنا ولا إيه؟ انت مش عايز الفلوس؟ وصل الدبدوب. وانا المفروض اوصل الشمعدان الحلو ده لمديرة بنك في الدقي. وانا ما تبعتليش لفه ليه؟ المفروض وسيم هو اللي متعاقب. أحسن، يبقى كده اللعبة مش بتحبك. انت يا مازو بقى هتشيل أول حد هيرن جرس الباب عندك وتوصله سينما الهرم، قاعة رقم 1، كرسي دي 19. يلا قدامكوا ساعة ونبتدي. ايه ده؟
شوفوا لي اي حد خفيف يرن الجرس. قوم انت لا بلاش انت، شوفي لي كريم عايز حاجه خفيفه، حاجه اقل من كريم. اجيب لك القطه اللي في المنور ترن الجرس. استنى يا مازو، هقوم انا. تقوم انت ايه؟ بقول لك حاجه خفيفه. انت خفيفه منين؟ هو بيتكلم عن الوزن ولا عن الدم؟ ولو على الدم انت دمك اتقل من وزنك. شيلنا انا والنبي يا مازو، انت ما شلتنيش ليله دخلتنا عشان خاطر يا مزموزه، شيلنا انا وانا اولى من الغريب. لا الغريب اولى، وغريب نفسه اولى. هو انا مستغني عن ظهري؟ قابل بقى، يا رب يطلع وسيم اللي على الباب عشان تبقى تتبطر على نعمه ربنا. ايه ده انا فعلا ما فكرتش في وسيم. هعمل ايه لو وسيم ده؟ تجيب لي الكوريك من تحت بقى. ها يا رب يطلع صرصار. انتي؟ ايوه انا. اوعى. انت ايه اللي جابك هنا؟ هو مش الرهان كان على المازو لاند؟ هتاخدي بيتي كمان؟ مين دي يا عصفوره؟ دي يا مدام اللي شايلت مستر مازو وسففته تراب المازو لاند. يا اختي كميله، ربنا يقدرك على فعل الخير. مازو حبيبي ابن حلال ويستاهل، انما يا حبيبه قلب شيمو الكلام ده تعمليه في المازو لاند، لكن البيت ده له ست، والست هي اللي كلمتها بتمشي. انا مش جايه من مشاكل يا طنط. طنط؟ ولا شايف بتتك على طنط ازاي؟ دي قصة تستفزني. انت شفتي حاجه؟ ده هي في حته الاستفزاز دي بالذات مارادونا، مفيش زيها. انا جايه عشان اخد الباسورد بتاع الواي فاي في المازولاند، عايزه اعمل ابديت، محدش معاه الباسورد غيرك، وانت مش بترد على التليفون. ده بعينك مش هديهولك. طب ممكن تديهولي انت يا طنط؟ تاني بتتكي على طنط؟ تاني؟ يبقى انت كده قصة تستفزيني. بقول لك ايه، انا ممكن اتحول فجأة لأمنا الغولة واكل دراعك. شيلها من قدامي يا عصفورة. لا عنك انت يا عصفورة، انا كده كده هشيلها. تعالي. تشيلني ازاي يعني؟ هشيلك على كتفي عادي. هي ايه الحكايه بالظبط؟ تشيلني على كتافك؟ والتجميعه بتاعتكوا دي غريبه، شكلها كده في حاجه. رهان، لعب صح، لعب. عرفتي ازاي؟ بس اسكت. لا لعب ايه وبتاع ايه ده؟ احنا اصلا اهالينا ربونا على ان الضيوف اللي يجولنا لازم نشيلهم على كتافنا، وانت ضيفه فهشيلك على كتافي، مفيش لعب ولا حاجه. شكلكم كده محتاجين. بص انا هعد من 1 ل10، ولو ما قلتش الحقيقه انا همشي. 1. احنا بنلعب لعبه والتحدي ان انا اشيلك. ايه دي؟ في ايه؟ ما هي لسه هتعد لحد 10. بتقول لها انت ليه؟ ما تدينا فرصه نفكر. انا بمنعكم من الموضوع ده بالذات ان انتوا تفكروا. التفكير ده ليه ناسه يا غريب. انا كان قلبي حاسس، ده انا شم ريحه اللعب من على بعد 100 كيلو. ها المكسب كام بقى؟ لا ده ولا حاجه، ده هم 500 جنيه بس. ايه رايك؟ عجبتك؟ ضحكت عليها. طيب 1. 5 مليون جنيه المكسب. انت بتنطق ليه؟ ما هي لسه هتعد ل10. في ايه؟ لسه بدري. هتفرق في ايه؟ ما انتوا كده هتستغبوا وتقعوا بلسانكم في الاخر وتقولوا لها. لو ما قلتوش في الواحد هتقولوا في ال7 في ال8. انا بوفر علينا الوقت. يعني اللعبه دي طالبه منك انك تشيلني. حلو ده بقى. بص انا بقى نصيبي 1,000,000 جنيه. يا مليون جنيه؟ انت تاخدي مليون جنيه؟ انت مين انت عشان تاخدي مليون جنيه؟ ثواني. مليون جنيه اللي تاخديها. احنا الفلوس بتتقسم علينا بتاعت المكسب يا دوب اسمة العدل. يعني شيماء مليون، مليون ليا، سعدون مليون ليا برضو، غريب مليون ليك برضك، مليون ليا، عصفورة باص. انا باص. عصفورة باص. كفايه لك عني يا مستر مازو. طيب شكلكم كده مش موافقين. مش موافقين طبعا. 1، 2 مليون ليكي. بقول لك يا مازو، هي البت دي ملهاش اهل يسالوا عليها؟ ما تتبنيني يا طنط. ايه ده؟ بتعمل ايه عندك هنا يا عصفوره؟ سايب المهمه بتاعتك وجاي تحضر فرح؟ ايه ده؟ طنط شيماء انت معزومه في الفرح ده ولا ايه؟ ده انا المهمه بتاعتي هنا. طنط في عينك، انا مش قلت لمروه تقول لك ما تقوليش طنط دي؟ وبعدين يا نهار اسود، استنى كده، احسن نكون احنا الاثنين واخدين نفس الحاجه، ما لقوش غيرك انت هيبلوني بيها. ثانيه واحده وريني كده. لا احنا نفس العنوان. حضرتك كنت تقولي بدل الاوبر اللي انا دفعته على الفاضي ده. خلاص اسكت اديني اتدبست فيك وخلاص. هما بيتجوزوا بعض تاني ولا ايه؟ لا طبعا ما بيتجوزوش بعض ولا حاجه. شكل الراجل ده بيتجوز واحده جديده على جوازته القديمه، فعمو اللعبه عايزنا نفضحه. ملناش دعوه بقى، احنا هنعمل المهمه وملناش فيه.
انا عايز اقول لك ان انا شفت المقطع ده في فيلم قبل كده. احنا اكشن مع دخولنا المأذون بيقول اللي عنده حاجه فليتكلم او ليسكت للابد. ساعتها احنا نتكلم بقى وننزل بالقسيمه ونخرب الدنيا ونبوظها. لعبه يا بنت اللعيبه. لعيبه ايه وزفت ايه؟ الكلام ده ما بيحصلش هنا في مصر، الكلام ده في بلاد الفرنجه. احنا هنا في مصر بنتجوز لطخ كده، وبعد ما بنتجوز بنسكت كلنا للابد. اسكت اسكت، انا مش عايزه اي غباء النهارده عشان نثبت لمازو ان احنا اذكياء. لسه اقول لك نفس الكلام. بقول لك ركزي معايا، احنا لازم نقسم المهمه كويس. انا هدخل اديله القسيمه عشان لو اتنرفز تديله انت تذاكر الطيران فيهدى. يا سلام، وليه ما ادخلش عليه انا الاول بتذاكر الطيران فيهدى وبعد كده انت تخش عليه بالقسيمه؟ ولو اتنرفز عادي، هكون انا خلصت مهمتي وانت بقى البس. ميك سنس فعلا. بقول لك ايه، احنا هنسمع كلام مستر مازو لاول مره، احنا بلاش نفكر. صح صح يا عصفوره، معاك حق، عشان احنا لما بنفكر بنبقى اغبياء اكتر ما احنا اغبياء. فعلا. يلا بينا. يلا بينا. ايه ده؟ ايه ده؟ هو الواد ده سرق منك حاجة؟ لا بس كان بيبص لي بصات غريبه فقلت اصرخ احتياطي. يا شيخة حرام عليكي سرقتينا. وبعدين يعني حقه يبص لك نظرات مش لابد. ايه المنظرة الكدابة دي؟ ونبي يعني هنسب عينوب في كيسة سمراء. وانت مالك انت؟ ناس حشريه بصحيح. اتفضل امشي من هنا. طب ايه رأيك بقى ان احنا هنمشي ومش هتنادي علينا تاني؟ ماشي؟ امشي من هنا. لله، اي حاجه لله ان شاء الله يخليك. الله يسهلك يا طنط، معلش مش معايا. معلش بس انا عندي عيل في دماغه بعيد عنك ومش لاقيين نجيب له الدواء. خلاص خلاص ما تعيطيش والنبي، انت صعبت عليا قوي، بس انا بجد مش معايا والله. مش ايه؟ مش ايه يا اختي؟ مش معاكي؟ امال اللي معاكي دول ايه؟ ملبس؟ لا دول الامانه حضرتك، وانا لازم اوصل الامانه لاصحابها، انا اتربيت على كده. الهي يجيكي ويحط عليكي. لا والنبي الهي ما توعي توصليه. لا والنبي ما تدعيش عليا والنبي. يوعدك بحرامي انت شحط. لا والنبي ما تدعيش عليا. الهي يشيل ويحط عليكي. ايه يشيل ويحط عليا دي كمان؟ دي شتيمه ولا دعوه؟ شتيمه ودعوه. الله يبارك فيكم. شكرا يا متربيه. الله يسامحك حضرتك. الف الف مبروك يا عريس. الله يبارك فيك. اتفضل يا استاذ عباس، في حد بعت لك دي. ايه ده؟ قسيمة جوازك من مروه السيد. ها؟ انتوا بتقولوا ايه؟ خلاص بقى يا استاذ عباس ما تعملش مشاكل، سرك كبير واحنا خدامين. عباس مين؟ انا مش عباس. انت بنت مروه، ايه اللي بيقولوه ده؟ انت متجوزه عليا وانا ما اعرفش واحد اسمه عباس؟ ما تكبرش الموضوع يا حنش، ده كان ابن خالش. ايه اللي ابن خالش ايه؟ مش محسوب علينا يعني ولا ايه؟ يا نهار اسود، حنش؟ يعني انت طلعتي مروه السيد وده حنش؟ وانت طلعت مش استاذ عباس؟ طب بتاخدها مني ليه وتخسرني؟ بتاخدها مني ليه وتخسرني؟ انت بتخونيني يا بنت وبتتجوزي عليا؟ ده انت وقعتك طين والله ما هحلك. الله يخرب بيتك زي ما هتخربي بيتش. يا جماعه ثانيه واحده بس قبل ما الدنيا تبوظ اكتر من كده. مع حضرتك يا استاذ عباس، في هديه تانية لازم تستردها، بس انا مش عارف تقوليها لازم ولا لا، مش عارف. بس انا بتوتر جدا من المطاي والحاجات دي، ممكن بليز تنزلها؟ انت مين؟ انا عصفوره. مين؟ عصفوره. ما انت ولا انت مين؟ حضرتك بس انا دلوقتي انا والله انا مش حمل اللي انت هتعمله فيا عشان لسه مستر مازو هيبهدلني. بص اللعبه دي الحاجات دي عشان نوصلها لكم. حتى طنط شيماء. طنط شيماء مين؟ لا طنط شيماء، لا ارجوك انا مع شيماء مين؟ شيماء ارجوك يا استاذ عباس. لا حضرتك انا كنت بهزر. بتهزر؟ انت تعرف عشان تهزر معايا. لما بيبتدي صغير. كابتن والنبي يا كابتن قعدني مكانك، مش شايف منك. انت اللي مش شايف مني؟ انت ما حدش شايف منك في المكان بسببك انت والبت اللي فوقك دي. بت لما تبتك اترزع مكانك هنا بدل ما انزلك. ما تنزلها من على كتفك يا استاذ، مش عارفين نشوف منكم. اهدي على نفسك انت كده يا عسل، لو مش شايفه روح اقعدي في حته تانيه. يا عم قعدني مكانك بقى وخلص الليله دي. يا عم احنا مش في فصل، مش كل شويه عايز اقعد مكانك، سيبني عايز اركز مع الفيلم. انا هدفي هو الوصول للحقيقه. انت حقيقه اصلا ولا خيال بيزن في وداني. خد الورد بقى، خليك جدع بقى، مش قادر. انت بتجيب الميه دي كلها؟ انت بتشرب المحاليل ولا ايه يا عم حسين؟ لو سمحت بقى والنبي هخسر.
هيستلم الورد، هيستلم الورد. يا ربي انا تعبت يا ناظر، كتفي مش قادر. بناقص التحدي ده وسيم يكسبه وخلاص. انت جاي على اخر خطوه وتنخ. طب بقول لك ايه، ولو كسبتك دلوقتي تديني ايه؟ اديكي نصيبك. انت هتستعبط؟ انت فاكرني سعدون ولا ايه؟ ما انا كده كده هاخد نصيبي. طب عايزه ايه؟ لو كسبتك دلوقتي تديني نصيب. كتير، نصيبي كتير. بلاش، خلي وسيم يكسب. موافق موافق. هتعملي ايه؟ اديني هناك كده. كابتن 7 ده؟ اه طب بقول لك ايه، تاخد الفشار وتديني ال7. ماشي. ايه الغباوه دي؟ مش تحاسبي؟ سوري ما كانش قصدي، الحمام بره على اليمين. وسع يا عم. يا بنت اللعيبه. اديني هناك بقى. حاسب بس البتاع يقع عليه. يا جماعه هديله الورد وهتكل على الله على طول. انا اكيد مش شيطان، ده انتوا دكاتره ومتعلمين، اكيد مش شيطان. حضرتك يا دكتور اتعلمت الطب امتى؟ طيب سيبني الورد، ما ينفعش يقع من ايدي، ما ينفعش. اوعى يا عم خلاص. امسك. مبروك عليك الشوكه. مبروك يا مازو. يلا بقى. انا كسبت. انا كسبت يا نازو، انا كسبت يا سينما. وانزل ده كان زمان. وانزل بالناز وشيك. اقعد بقى خليك طب وهي الفلوس هتيجي امتى؟ ملهاش ميعاد والله يا نازو، ملهاش ميعاد. اصل خلي بالك اللعبه دي ليها قصه. اللي عامل اللعبه دي اصلا من كوريا، فهو بيبعت لنا الفلوس بحواله مع واحد اسمه سيد الدمنهوري، ده من دمنهور. السيد الدمنهوري ده بقى بيلف مصر كلها عشان يسدد الديون اللي على اللعبه، فبقى بياخد بقى ما بين 2 و3 كده 4 5. مازو وانت فاكرني سعدون؟ نعم. ايه يا سعدون بقت شتيمه ولا ايه يا قمر؟ شتيمه طبعا. فضحتنا قدام احباب الله. ولما هي الفلوس مش هتوصل النهارده، إيه اللي مجمع فريقك هنا؟ اكيد مستنيين الفلوس. لا طبعا يا نازو، مستنيين الفلوس فين بس؟ طب انت عارفه انا في حاجه واقعه مني هنا تحت الكنبه، فكنت بدور عليها وهمشي على طول عشان ورايا مشوار. هو انت لازم تتفزلكي وتفكري حاجه واقعه منك ايه؟ ما جاش في دماغك تقولي لها ان ده بيتك عادي ومراتي وقاعده فيه؟ بعيده قوي يا مازو. دي اللي بعيده، دي اللي بعيده. وانت يا سعدون بتعمل ايه هنا؟ حلو السؤال حلو وفيه فكره. ايوه، اصل انا بمشي وانا نايم. ليه يا شيخ؟ وده من امتى ده بقى؟ سكوتي، ده من زمان. هي بدأت معايا من الأول. كنت بمشي وأنا صاحي، بعد كده الموضوع اتطور، بقيت بمشي وأنا باكل، وبعد كده خلاص يا سام، مش جاية خالص، بعيد قوي. يعني مفيش فلوس؟ لا مفيش فلوس، بس هتيجي قريب يعني. مفيش فلوس؟ مفيش والله العظيم. برطمانات قاعد فيه. ماشي، نستنى كام شهر على نصيبي. تصبحوا على خير. انت من اهل حبيبتي. هنكلمك لما الفلوس تيجي. سلمي على ماما وقولي لها جوت النخل. سلمي على بابا، هنكلمك لما الفلوس تيجي. يلا يا هبله، ما بقاش الا العيال الصغيره. الوانا اللي كنت فاكراها هتبقى صاحبتي وانتمتي طلعت ماديه. عزو، انت ما قلتليش يعني ان اللعبه من كوريا. كوريا ايه؟ ما انت مش قايل للبنت اللي اللعبه من كوريا وبنت يا غبي بقول لها هي كده يا غبي. انت صدقت انت كمان؟ ماشي. عايزين اديها 2 مليون جنيه عشان تضيعهم على السلايم والايس كريم والبليدو. اهبل انا. انت رجعت ارجعوا لحاله البؤس تاني. مش حد موتوا. مش حد عايزين بؤس وموت نسائي يا جعانين. يوه اللعبه مان، مش هنخلص بقى من الرغي. اهلا وسهلا. مين حضرتك؟ مين ايه؟ انا عجمي. انت جاي في اليوم الوحيد اللي ما اتنكرتش فيه ما تعرفنيش. معلش يا عجمي، اصل انا متعود عليك اكتر وانت متنكر. اللهم صل على النبي. اول مره انبسط بمجيتك. ده من ذوقك بس والله، انا كمان بفرح قوي. خلاص يا عجمي، انت مش جاي تتضايف. انت هترجع تقول الكلام ده تاني؟ خلاص هات اللي عندك، قول الجمله. اللعبه بتسلم عليك وبتقول لك حافظ الجمله صم. معلش يا فندم، لازم اكمل الجمله للاخر لان دي امانه. ده غير ان انا مش هقبض لو ما قلتهاش زي ما هي كده. اتفضل. اللعبه بتسلم عليك وبتقول لك ال5 ارانب اهم. يبقى سويهم. لا،
ابقى ربيهم. ايه يا عجم اللي انت جايبه ده؟ فين الفلوس؟ فلوس ايه؟ ما انا معيش فلوس. امال طالع ليه؟ اصل انا بالصدفه وانا طالع قابلت بنت حضرتك، ربنا يخلي بنت زي العسل. قالت لي هات الفلوس وانا هحطها لبابا في البنك. بنتي مين؟ انا ما عنديش بنات. ما عندكش بنات ازاي؟ دي اسمها نازو. مازو. نازو؟ اديت 5 مليون لنازو؟ عملتها القصيرة. زي القمر يا ماما. ميرسي يا حبيبتي. ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ ده انا دخلت استحمى نص ساعة فقط. اوعى يكون اللي في دماغي صح. انتوا رجعتوا لبعض؟ فشر. انا للصورة والصورة إلي يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي. بيضة لما تبيضي وبعدين تفهم من بقك انا عروستي سكر فعلا، وكفايه مرار بقى. طب الحمد لله، دول احلى خبرين سمعتهم في حياتي. يلا اتجوزوا بقى وغوروا من الشقة، عايز اقعد فيها لوحدي. بتمنى لك حظ سعيد يا ماما، وربنا يكرمك ببخت احسن من بختي، وحد يقدر حبك ووفائك. لا الحقيقة يا شوشو، وانت تحمسك للجوازة الثالثة يبين مدى الوفاء اللي في عيلتكم. الصورة حبيبي الصورة. أهلا، اتأخرت عليا قوي. أنا جاية قبل ميعادي ب5 دقايق بالظبط، وطول الطريق عمال أعد في عواميد النور ويافط المحلات اللي مفيش يافطة ما شفتش صورتك عليها. أنا كمان كنت زهقانة قوي ومش عارفة أعمل إيه، قلت أتفرج على فيلم صغير على الحب عشان أنت قلت لي إنه شبهك، وطلع فعلا شبهي. فعلا يا حبيبتي. جرى ايه يا عروسه؟ مش هتقولي لنا اتفضلوا ولا ايه؟ I am so sorry يا طنط. اتفضلوا. طنط؟ ده انت قد امي. قال طنط ايه؟ اهلا وسهلا منور يا عريس. معلش الخطوبة جت فجأة وانا باخد شاور فملحقتش اغير. انا مدام اسراء بنتها، وده وسيم جوزي. إيه المفاجأة دي يا كابتن وسيم؟ كابتن وسيم؟ انت هتهزر معايا يا ابني ولا ايه؟ شايفتني لابس شورت؟ انا اعرفك قبل كده؟ أيوه، المدير وكوتش التايكوندو الوحش. الوحش؟ هو في ايه؟ احنا مش لسه كنا بنتغدى امبارح في النادي انا وانت واسراء؟ امبارح؟ في ايه تاني بيحصل في النادي انا ما اعرفوش يا هانم؟ معلش اصله لسه مش متعود علينا ومش فاهمنا. طب فهميه بدل ما اعمل لك مشكله. اتفضلوا، هبقى افهمك بعدين. ما قلتليش يعني يا حبيبي يا ابني يا آسر ان العروسه بسلامتها عندها اولاد بس يا قبلتي، ده عندها 3 أحفاد. يا دمك. ايه ده؟ ايه اللي جاب ده هنا؟ ما الراجل ده مأجر بيتي عامل فيه خطوبته برضه النهارده. آسر، ما تخليش حد يبوظ فرحتنا. اتفضل. تعال. وسع للقمر، وسع للعروسة، وسع للعريس. سكر حلوة الدنيا سكر. ليلى اتمتع لك ليلى انت اخرك ليلى زي السكر. كملوا بقى هبل. ولعت قوي. سكر حلوة الدنيا. شغالين. يا مازو، بقول لك انا عندي حاجه غريبه جدا في البيت لازم تيجي. والله يلا حالا. يا نجف النور يا سيدي العرسان، يا قمر ومنور على الخلان. شفت الهبل يا مازو؟ انا مش عارف ده بيتي ده ولا قاعة اللي قالوها. ده ابتذال واسفاف لبعض بكره، بس انا حاطط خطه. بعت اجيب بلطجيه وهبوظ الجواز، هبوظ الجوازتين. انت عبيط ولا ايه؟ انا جايبك هنا عشان تتفرج وتضحك فقط. ده انا نفسي يتجوزوا هما الاثنين ويغوروا بقى واخد الشقه لوحدي. ده انا مستني جوازتهم دي اكتر ما مستني جوازات عيالي. طب والنبي يا وسيم، وحياه اغلى ما عندك، بعد ما تجوزهم شوف لي جوازه لشيماء. انا ناوي اطلقها بس واقف على عريس كويس. عينيا طبعا. ألف مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك. ليلة هنا بإذن الله. أي خدمة. عملت لصاحبك بقى ليلة في العمر. هو آخره ليلة ما أنت عارف. يلا يا وسيم عشان نتكلم في التفاصيل. كل طلبات ست الحبايب مجابة. الحقيقة احنا ما عندناش أي طلبات خالص غير إن يكون عندك شقة
وكمان بعد ما تتجوزوا تسكنوا فيها بقى. الشقه موجوده واكيد هنعيش فيها، امال هنعيش فين؟ عندك مثلا يا استاذ وسيم؟ ما بتعملش صايع بقى. ايوه، ما انتوا دايما بتتجوزوا وتيجوا وتعيشوا عندي في الشقه ولا ايه؟ ثانيا لازم بقى تنبه عليها انها تبطل تلعب. تلعب بديلها. خلاص يا اسراء، خلاص. خلونا نتكلم في المهر يا جماعه. احنا هنبيع شويكار ب 200,000 جنيه من غير فصال بقى والحركات دي. احنا والله بعناها البسيوني ب 300، بس احنا هنديها لكم 200 عشان احنا مستعجلين في البيع، وبنقبل شيكات عادي. 200,000 جنيه وهياخد بيهم ايه؟ هياخد بومبا، هياخد ايه يعني؟ معلش، دي جوازة العقد الاستثماري بتاعها قصير جدا. هم دبلة وكفاية، وهنبقى كارمينكو كمان. ماما ملوش لازمه الكلام ده. انا اسف يا جماعه، اصل ماما بتشتغل في البورصه. احنا هندفع كل اللي هتقولوا عليه، ومستعد علشانها اعدي البحار والجبال. واحنا حبيناك قوي يا عمو، على الاقل جزء مننا هيبقى راجل مش ملط. استني يا شيماء بس، بقول لك ايه يا عم، انت عدي الجبال وعدي البحار ونط الحبال واعمل اللي انت عايزه، بس اديني الشيك. يا خساره. بسيوني عقل. سيبني. يا خساره. هتبيعوا لحمها بالفلوس؟ الله، انت مالك انت باللحم ده؟ ما تخليك في لحمك انت. الله، انت بص في ورقتك. يلا تعالى نشرب حاجه. طب هيبقى ملط يا اختي، هيبقى ملط، وهتشوفي ان هو هيبقى ملط يا اختي. بنعتذر لكم معلش. وطبعا بقيه الحاجات هتبقى بالنص، انتوا 60% واحنا 40% و10% عموله لطنط نجلاء عشان هي بتشتغل في البورصه. اظن الصيغه دي جميله جدا. ها يلا نقرا الفاتحه ونلبس الدبل وتكتبوا لي الشيك ابو 200,000 جنيه واعملوا اللي انتوا عايزينه. الشيك، اكتبوا لي الشيك. انجز يا موزو، يرجعوا في كلامهم يا حبيبي. بسيوني تعالى بس. اوعى. هاجي فين؟ اوعى. بسيوني انا متهيألي كفايه برتقال، انت تقلت قوي فيه. ولا فدان برتقال بصر يأثر فيا، عاوز انسى الصدمه. بسيوني البرتقال بيجيب لك اسهال. انا عامل حسابي كويس. لا انت لازم تفوق. اجيب لك حته جبنه قديمه. ولا جبنه العالم كلها تأثر فيا وتفوقني. طب صباع مخلل. ولا معمل ترش يأثروا فيا. طب اهدى شويه بس، اهدى شويه عشان خطيبتك سكر. اوعى. شوكار، عاوز اقول لك على حاجه قدام الناس دي كلها. انت طالق. ايوه طالق، وهيجي عليك اليوم اللي تقولي فيه انا كنت مرات بسيوني الملط. ايوه. الله الفقره دي كان محضرها بسيوني مخصوص عشان خاطر الخطوبه السعيده دي. عملها حلو، ساعدته قوي حلو قوي، بتضحك جدا. معلش يا جماعه، مبسوط شويه. يلا يا بسيوني تعالى خطيبتك مستنياك، وبالمره تشم شويه هوا. تعالى. انت مخضوضه ليه انه طلقك؟ ما هو مطلقك من بدري. مبروك للعروسين الاربعه. الف مبروك. زي ما انت شايف. مساء الخير على اللعيبه، جاهزين؟ المهمه المره دي اسمها يا بخت من وفق راسين في الحلال. العريس يبقى اكتر راجل مثير على الكوكب. بسيوني ده مثير؟ ده مثير للشفقه. اما العروسه فهي شويكار. اللعبه دي عايزه مني انا ايه؟ انا عايز شقتي. الفريق اللي هيخلي بسيوني يرجع لشويكار هو الكسبان، والجايزه 6 مليون جنيه. ومجلس اداره اللعبه قرر ان ما ينفعش تقولوا المهمه لحد غيركم. يعني اللعب بين وسيم وحرمه إسراء، ومازو وحرمه شيماء بس. ودلوقتي وقت عقاب خسارة المهمة الأخيرة يا وسيم. عقاب إيه؟ هي المهمة دي عقاب أصلا بالنسبة لي؟ أنا عايز الشقة. بعد دقيقتين بالظبط من دلوقتي هتفضلوا حاطين إيديكم في جيوبكم لحد نهاية المهمة. لو خرجت تبقوا خسرانين. تشاو. أنا هروح أتوضى بسرعة. ما عنديش جيوب الحق اغير هدومي بسرعه. يلا.
يا نهار اسود، فاضل 10 ثواني. انا نسيت البس. يلا مفيش وقت. يلا فاضل ثانية، حط ايدك في جيبك بقى. بقسماط عالمي. يلا بينا. تليفون على طول اول ما توصل عشان اطمن. حاضر يا روحي. ميرسي. انت نورتنا يا ياسر، بصراحة احنا مبسوطين قوي ان احنا اتعرفنا عليك. انا متشكر قوي يا وسيم، احنا تعبناك معانا. لا انا مش هينفع اسلم عليك. لا مش سلم عليك، احنا لسه ما لحقناش نشبع منك يا راجل. معقولة؟ مش هنسلم، معلش. وما تسلميش يا ايسو بعد اذنك. مش هسلم طبعا. شفت بيحبوك قوي يا ياسر. للاسف هي الاوقات الحلوه بتعدي بسرعه كده. ماشي يا وسيم. لا انا ما قلت لك مش هسلم عليك. ما بقول لك ايه، احنا ما لحقناش نشبع منك. انت هبات معانا النهارده، ايه رايك بقى؟ انا عندي هدوم تيجي مقاس، ولعلمك بسيوني بايت جوه واحنا ما نعرفوش اصلا، ومطلعها كذا مره وانت عارف. بات معانا بقى، خليك جدع، ما لحقناش نشبع يا اخي بقى. الله مش هينفع. طيب مع السلامه. تكر وانت سايق. لا اله الا الله محمد رسول الله. باي 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 يا ياسر. عسل عسل. اروح بقى اعمل له باي باي من البلكونه. ماشي، رب توعي من البلكونه. بقول لك ايه، انا مش عارفه اخلي ايدي كده كتير. ولا انا. بقول لك ايه، انا لازم اكلم جميل يبوظ موضوع الخطوبه دي قبل الشبكه بكره، دي تبقى مصيبه. ولزومه ايه جميل يا وسيم؟ ما انا وانت كنا بنعمل مع بعض المستحيل، فاكر يا قلبه؟ مفيش قلبه ومفيش حب والكلام ده يا مدام. خلاص احنا دلوقتي زملاء في اللعب، قلت لك وخلاص. مفيش غير جميل هو اللي بيفهمني من نظره عينيا من قبل ما اتكلم حتى. للدرجه دي خلاص يا وسيم؟ للدرجه دي، عشان جميل عمره ما غدر بيا وخاني. بس المشكله دلوقتي هكلم جميل ازاي؟ هاي سيري. مش حاجه. هاي سيري. يمكن اجازه النهارده ولا حاجه؟ اجازه ايه؟ انت هبله؟ انت فاكراهم واحده بس؟ دول كذا واحده يا حبيبتي وبيشتغلوا شيفتات. بقول لك ايه، ما تندهي اكرم ولا كوكي يجوا هم يعملوا المكالمه دي. الولاد ناموا وانا مش هصحيهم ومش هفشلهم يا وسيم. لازم يتعلموا كويس قوي، وخصوصا اكرم، علشان لما نتطلق يشتغل ويصرف عليا. بس بقى بلاش هبل بقى، العبط اللي انت بتقوليه ده. هاي سيري. هاي. فتحت بس ما تتلخبط بقى. كل جميل. ايه الهبل ده؟ جميل يا ماما، جميل. جميل مش جميل واسمر. ايه العبط اللي انت فيه ده؟ ستوب ذا ميوزك. كل جميل جمال. ملوش مثال. بس ستوب ذا ميوزك. ستوب ميوزك. ستوب. ستوبد. بس بقى انا اللي هعمله انا. كده ممكن. ايه ده؟ ايه العبط اللي انت بقيتي فيه ده؟ خلاص كل حاجه عندك عنف. تايكوندو، ما هو كله من تايكوندو. تايكوندو ده غذاء الروح على فكره. غذاء الروح؟ انت اي كلام بتقوليه. ايه ده؟ مين اللي بيخبط الساعه دي؟ استني، انت هبله ولا ايه؟ هتروحي تفتحي بايدك؟ احنا عند حد يفتح. يا بسيوني، يا شويكار، يا اكرم، يا كوكي، تعالوا افتحوا. يا كوكي، يا اكرم. ايه في ايه بس؟ في ايه؟ مين اللي بيرزع الباب بالشكل ده؟ مش عارف، لو عايز تعرف روح افتح، انا ماليش دعوه. طب ما تفتح انت بدل ما انت حاطط ايدك في جيبك. لا انا حاطط ايدي كاس، انا بردان جدا، سقعان جدا الليله دي، مش عارف في ايه بصراحه. يا سلام. طب وانتي؟ انا حاطه مانيكير ومش هينفع اطلع ايدي غير لما ينشف. طيب يوه، انا راكب طياره ولا ايه؟ حاضر. اصبر يا اللي بتخبط. اصبر. احنا هنبات عندكم عشان شقتنا غرقت. انا هنام جنب بسيوني عشان بخاف انام لوحدي. انا اللي هنام جنب بسيوني. لا ما بحبش حد يبات جنبي ولا ينام جنبي، انا بتقلب كتير ما بعرفش انام. اوعوا. طب لما انت شقتك غرقت يا موزو، كريم ابنك ما جاش معاك ليه؟ لا ما اصل كريم بيعرف يعوم. كفك. حلوه بس مش هينفع عشان كفي جوه البتاع وانت فاهم. اريني. طب هي ماما فين؟ كنت عايزه اقول لها على حاجه سر كده بيني وما بينها. يا ماما، يا عروسه، يا ماما. وراها ما تسيبيهاش. عارفه يا مامي البوستر الكبير بتاع حبيبي دائما ده ما يجيش حاجه
جنب اللي أنكل بسبوسة عاملهولك جوه المكتب. ده ماليه ورد وشموع وشوكولاتة وبلالين وسلمون. سلمون؟ بسبوسة مين؟ قصدك يعني بسيوني بتاعنا أبو بولي؟ أيوة يا ماما أيوة. معقولة؟ معقولة. ده بقى رومانسي خالص على الآخر. أيوة بقى اتزوقي لأبو بولي يا شوشو. بس بقى يا شيماء بتكسف. طب يلا يلا عشان مستنينا. بص يا بسيوني ركز معايا، شويكار دلوقتي جايه على هنا، اول ما هتخش هتروح انت نازل على ركبتك ومديها الورد. ما ينفعش انزل على ركبي. ليه؟ البنطلون فيه حاجه ولا ايه؟ لا الحكايه مش حكايه بنطلون، بس انا عندي خشونه في الركب ومركب دعامتين في رجل الشمال. يا بسيوني هو انا بقول لك اعمل شقلباز؟ انزل سن على ركبتك كده، ما تنزلش على ركبتك، اديها الورد وانت اديها الورد وخلاص. خلاص هروح اعدل مكياجي. ايه رأيك يا مامي؟ الله حلو قوي. شويكار انا قلت لك تجيبي مزيكا، بتجودي ليه؟ ما جودتش والله، مش انا مش انا. لو كان بإيد اختارك ثانية واحدة واجيب اخبارك كان فرق كتير. كنت اعمل بس حسابي وما تفاجئش الاقيك على بابي، كده خطر كبير. كده خطر كبير. انا مش قادر اعيش من غيرك اكتر من كده. شوشو تتجوزيني؟ اهو نزل على ركب ونزل، كانت سهله ما كنت نزلت انت. يا ربي انا مش مصدقه. سو كيوت. يس. اما انك ست ناقصه بحقي وحقيقي ما كنت قلته، كنت جبت زفه دمياطي ليه انا وسكر. اخس اخس. بصراحة يا موزو رومانسي قوي يا عمو قاسر، اتعلم. ايه ده يا قاسم؟ هو انت طولت امتى؟ وطي شويه، انا مش شايفاك كويس عشان مش لابسه نضاره النظر. يا حبيبي. خلاص خلاص يا عريس اللعبه، خلاص خلاص يا عروسة اللعبة خلاص. غريبة، لا بابا ولا حد من عيلتنا وصل لحد دلوقتي. انت عزمتهم؟ اكيد يعني عزمتهم، محدش فيهم بيرد على الموبايل. يعني خير ان شاء الله. البطاقه بس عشان كاتب الكتاب. نطلب من المعازيم نكتب الكتاب الاول وبعد كده نرجع نرقص تاني. ايه يا جدع انت، ما تستنى شويه، احنا لحقنا نرقص. يلا يا شوشو يلا قبل ما وسيم يجي. يلا يا اختي بالراحه يلا بالراحه طيب، بالراحه. إيه يا ماما يلا. عايزين بطاقه العريس. موجوده يا مولانا، ادي بطاقه العريس اهي. بسم الله توكلنا على الله. ثواني يا عم الشيخ، البطاقة دي باسم مين؟ باسم بسيوني الألفي. ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه اللي جاب البطاقه دي هنا؟ مش هو ده العريس؟ ملعوبة. ملعوبه ايه؟ ما انت بوظتها يا ابني انا قاريها من بدري قوي. فين بطاقتك يا ياسر؟ ما انا اديتها للاستاذ مازو. بطاقتك معايا. هي تقريبا بطاقتك اتلخبطت ببطاقه بسيوني، بس انا هشوف لك بطاقه. دي تقريبا وقعت مني. مش مشكله يا مولانا، شغل نفسك بالبطاقه دي. على فكره هو وبسيوني اصحاب قوي، مفيش فرق. ما ينفعش يا استاذ، لازم بطاقه العريس. خلاص استنى بقى اسبوع على ما نطلع لها بدل فائد. اتكل انت على الله. لا لا لا، اتفضل يا عم الشيخ، انا معايا بطاقه تانية كان فاضل لها شهر وتخلص، عشان كده طلعت الجديده. تمشي معاك دي؟ تمشي طالما صالحه خلاص، توكلنا على الله. استنى انت مستعجل ليه؟ ما تكتبش حاجه، مش انا اللي دافع لك الفلوس. استنى مش تتاكد الاول الجوازه دي تجوز ولا ما تجوزش؟ مش يمكن يطلعوا هما الاثنين اخوات في الرضاعه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ مستحيل يا استاذ مازو. مستحيل ليه يعني؟ ان شاء الله. حضرتك كنت بيبي، هتفتكر ازاي اذا كانت اختك في الرضاعه ولا لا؟ انا فاكر كويس، لانه وانا بيبي كنت برضع صناعي. ده انت سنح. طب بلاش دي، مش يمكن نكتشف في الاخر ان شويكار مامة آسر زي شادية في فيلم المرأة المجهولة؟ صح، انا بقول نقوم نعمل تحليل DNA. يلا. ايه الهبل اللي انتوا بتقولوه ده؟ اكتب يا عم الشيخ وما تسمعش لحد، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. وادي بطايق الشهود اهي. ماشي. استنى يا عم الشيخ. ايه الحق. انا اسف
ان انا هقطع فرحكم الجميل ده، بس تسمحوا لي اقدم لكم احلى والذ واطعم طفل في العالم، بولي. وبولي ده جاي يشهد هو كمان يا استاذ وسيم؟ لا يا ظريف، بولي ما ينفعش يشهد لانه طفل صغير معهوش بطاقه، بس اظن بولي من حقه يجي يشهد ويشوف اعز ما يملك وهو بيضيع منه، الامل في انه يعيش حياته سعيده مع اسرته. اظن بولي من حقه يعرف ان مستقبله اللي جاي كله راح بسبب الانانيه. انانيه؟ ايوه الانانيه يا هانم، الانانيه يا شويكار. قدرتي تثبتي لنا وتثبتي للعالم كله وتثبتي لنفسك انك عوضتي بسيوني بشاب وسيم وجميل. قصدك انت وجميل يا حبو؟ دي حاجه تانية خالص، ايه العبط ده؟ اسف، شخص فعلا جميل ووسيم، مبروك عليكي. بس نسيتي ان بولي ليه اب اسمه بسيوني، وبولي بيعتبره احسن واطيب اب في العالم. ايه ده؟ يعني انا احسن اب؟ انت احسن اب واطيب اب، بس للاسف نسيت انك اب. مبروك عليك سكر، عروسه حلوه وزي السكر. بس تقدر تقولي حضن سكر احلى ولا حضن بولي ابنك بعد ما ترجع من الشغل؟ لا، حضن سكر طبعا. ايوه سكر طبعا. تقدر تقولي حضن سكر احلى ولا قشطة بولي على كتفك بعد ما تكرعه؟ لا، حضن سكر طبعا، ولا قرف. ايوه طبعا. سيادة المأذون، حضرات السادة المدعوين، انا عملت اللي عليا تجاه بولي كزوج اخت، ناقص بقى ان بسيوني وشويكار يعملوا هم كمان اللي عليهم. احنا كلنا مسامحين بسيوني وشويكار، بس هل يا ترى بولي هيسامح في حقه؟ بولي هيسامح في حقه؟ بولي هيسامح في حقه؟ يا ابن اللعيبه، جبتها من حته. عجبتك؟ استاذ. طب قومني بقى عشان ركبتي مش قادر، من غير ما تطلع ايدي من جيبي ما تصحش. انسى انسى يا حبيبي، انسى، من بدري بقى لها كذا يوم. سامحني يا بولي. اسر، انا عايزه اقول لك. ما تقوليش حاجه يا خساره، كل حاجه قالها كابتن وسيم كان عنده حق فيها. هو رجلك ما تدوس على الفستان بس. ايه يا جماعه، اروح انا يعني ولا اعمل ايه؟ لا يا حضره المأذون، احنا مش هنلاقي لشويكار بنتنا عريس احسن من بسيوني. شويكار، سامحيني يا شويكار. مسامحاك يا بسبوستي يا ابو بولي. فيلم هندي قذر، اخراجه اكثر من رائع. رائع والله. لو بايدي انزل بالويسو شيك. استنى كلها دقيقه وننزل بالويسو شيك كلنا. طب ما تطلع ايدك انت وتنزل بيها. حبيبي دقيقه وهيرن وهنلعب وهنتبسط. كنت هايل يا حب وعجبتني قوي، انا كنت هموت واسقف لك بس الظروف. خدي نمره المأذون ده يا اسراء، عشان ده اللي هيبقى يطلقنا انا وانت. غريب، هو انت متاكد ان ده بيت نوزو؟ عيب عليك يا مازو بيه. عرفت منين؟ كتبتها GPS نازو هوم، جبنا هنا. بهزر معاك يا مازو بيه، حد بيعمل كده يعني؟ يعني كتبت على جروب بوابين مصر لافرز، ايه الاسم؟ ادوني العنوان، سهله. وديني لا خلي ادمن الجروب يعمل لك ريموف عشان اسرار الجروب اللي بتطلعها بره دي. اقول لك ايه، فكك منه، ابقى كده انا هكسر الباب. لا 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 لا، مش هينفع كده يا ام كريم العنف ده. احنا دلوقتي ممكن اي حد من الجيران يشوفنا ولا يسمعنا واحنا بنكسر الباب هيقول علينا حراميه. طب نعمل ايه؟ انا عندي حل تاني انضف والطف من كده بكتير. احنا نطلع نتسلق المواسير ونخش من باب الحمام، من شباك الحمام قصدي، او المطبخ. ونتسلق المواسير مش هيقولوا علينا حراميه؟ هيقولوا علينا جايين زياره مثلا. او بنسلك المواسير. بطل غباء بطل غباء، سيبك منه يا مصر.
انا هديك حل ذكي جدا. فين الكريدت كارد بتاعك؟ هو ده وقت شوبينج يعني؟ شوبينج ايه؟ احنا هناخد الكريدت كارد ونعمل كده على وش الكالون، يقوم فتح على طول زي في الافلام. نعلق اللسان. حلوه، بس مش لازم كريدت كارد على فكره. يعني هو احنا جايين نفتح الباب ولا جايين نشتريه؟ ثانية واحدة يا مازو، أنا فهمت ست أم كريم بتقول إيه، بس هي عيني عقلها على قدها من كتر الكنيش. هو مش الكريدت كارد بس يا مدام شيماء اللي بيفتح الباب، ايوه الفيزا كمان. يا جماعه حرام عليكم، انتوا بقكم ده بينقط ايه؟ مجاري؟ انتوا عمالين تعلوا على بعض، مين فيكم هيطلع اغبى من التاني؟ هاتولي اي كارت ولا بطاقه ولا حاجه افتح بيها. أنا معايا بطاقة يا مازو بيه، بس للأسف ما ينفعش نفتحوا بيها. ليه؟ منتهية. هي اللي منتهية. هي اللي منتهية ولا أنت اللي منتهي وشبعان انتهاء؟ هات البطاقة. إيه؟ هتديله. اتفضل. الباب فاتح لوحده ازاي؟ أصل الفيزا دي وايرلس من بعيد. يلا ندخل وخلاص. ها بالراحه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الفيلا شكلها هص خالص، باين مفيش حد هنا. الحمد لله متسهله اهي. امال احنا ليه بنتسحب كده؟ ايه ده؟ مين اللي قفل الباب؟ اكيد اللي قفل الباب هو اللي فتحه. مين؟ الفيزا الوايرلس. يا اخي بقى. خلاص يا مازو، بقول لكم ايه؟ يلا كل واحد فينا كده يروح في حته وندور على الفلوس. ها؟ ماشي ان شاء الله متسهله. لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. مازو، انت يا بنتي يا مفعوصه، حاطه الفلوس فين؟ لو مستخبيه اخرجي، احنا ولايه زي بعض، مش هقول لهم. يا ساتر، احنا بس بعد اذن اللعبه بندور بس على الفلوس. ايتها اللعبه الجميله. ايه ده؟ ايه الكشك ده؟ ايه ده؟ كلم. لا مش هنا. انتوا مين؟ وبتضربوا ليه؟ ايه ده؟ حلا. يا ترى تبخير ايه النهارده؟ ايه ده؟ مازو الحقني يا مازو. ايه ده؟ الحقني. ايه اللي عمل فيكي كده؟ انا فقست، انا ريشت، مش عارفه ايه اللي ده. نازو عملت فيا كده في الاوضه فوق. انا طرشت مش شايف حاجه قدامي. فين نازو؟ في الغرفه اللي هناك دي. لا، نازو في المطبخ، رشت عليا كركت ورهرتتني. انا عيني اليمين مش سامع بيها. انا مش شايف انت مين. نازو بتتشطري على فرقتي يا قادره؟ عامله لي فيها هوم الون؟ انزلي يا نازو. ايوه. لو فيكي ذره شجاعه انزلي لي. لو فاكره نفسك اللعبه، انا اللعبه. إيه؟ انا مازو والباقيين اتغاظوا. حبيبي يا مازو مات. ما شوفش وشك هنا تاني. يا ولية تخمدي بقى، انت لازم تنامي الناحية دي، نامت عليكي حيطة. خمدة اما تخمدك اصحى. شيماء ايه ونيلة ايه اللي جاب السيرة الزفت دي دلوقتي بس؟ زفت اما يزفتك. انا شيماء يا مهزأ، اصحى. يا ساتر يا رب، سلام من قول من رب الرحيم. انت دخلت هنا ازاي؟ انت عملت فيها ايه؟ حرام عليكي، دي مالهاش ذنب. بتكتفيها ليه؟ فكيها. مش هفكها،
واستعد بقى عشان محضره لك مفاجأة. نهار اسود، نهار اسود. يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه كل الاسلحه دي يا مدام شيماء؟ انا ما استاهلش كل ده، انا اتفه من كده بكتير. انت ممكن تثبتيني بقصافه ولا بلقاط. خد هنا، ما تجريش، ما انت هتختار لك موتة، يعني هتختار لك موتة. اطلع. مش طالع. انا لا همد ايدي عليك ولا هصرخ ولا هزعق، فاطلع بالذوق احسن لك. مش هيبقى حرام عليكي؟ شوف يا دكتور الغبرة، انت قدامك حل من الاتنين، يا تتشاهد على العمر اللي ضيعته لي في عيادتك، يا تشوف لي حل في نهضه. كان على عيني، كان على عيني. انا خلصت معاكم كل الحلول وكل وسائل الطب والطب البديل والسحر والشعوذه وقلب الحبيب ده، حتى الكركمين مش نافع معاكم. اقول لك اقتليه، اقتليه وريحي نافوخك منه خالص. طب ومين هياخد باله من كريم؟ في عينيا، في عينيا. كريم حبيبي ده قرب يخلص كورس العلاج بتاعه معايا خلاص، وبعدين ده هيفرح جدا وينبسط وعقده كلها تتحل لما يلاقي ابوه اتقتل على ايدك وانت دخلت السجن وشافك في السجن كده، هيروق وعقده كلها تتحل ووشه يرجع ينور ويبقى زي البدر. اخرس خالص، ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ انا مش عايزه اخلص من مازو، انا عايزه اخلص من تهميش مازو ليا. انا اللي هيجنني انه لو كان ما بيحبنيش كان سابني من زمان، لكن ده بيعتبرني نكره، يعني لا بيحبني ولا بيكرهني ولا بيطيقني. طيب اذا كان جوزك مش طايقك هطيقك انا ازاي؟ ايه ده؟ يعني انا بجد ما اطقش يا دكتور؟ لا لا لا، بعد الشر عليكي، ما تقوليش على روحك كده. لا لا، رواقي رواقي رواقي، ما تزعليش نفسك. وبعدين فسحي شويه على الريتينا، روحي عامله زي الكنغر. وبعدين لو مازو ما كانش طايقك ما كانش قاعد معاكي الفتره دي كلها. ده الواحد لما بيبقى عنده كنبه ولا كرسي ما قرفان منهم في البيت بيغيرهم يعني. وكل ما هنالك ان انت محتاجه شويه اهتمام منه، وان انت تبقي من اهم اولوياته. صح؟ موضوع الحب ده بقى بتاع ربنا، احنا ملناش دخل فيه. طب ودي هنعملها ازاي؟ انا كنت قريت في مجله لبنانيه بتاعه طبخ. طبخ نفسي يعني. كان الراجل اسمه ابو جوليا كان بيقول الاولويات الانسانيه والمكرونه الفرن. في المقاله دي قالوا ان الانسان بيصنف اولوياته في لحظتين في حياته، لحظه احساسه بالخطر ولحظه احساسه بالمطر. يعني اعمل ايه يعني؟ هأجر له ناس تهدده انها هتموته؟ لا، ده كده يطفش ويبقى عنده مبرر انه يسيب لك البيت ويغور من خلقتك. احنا عايزينه يحس بالخطر ويفضل قاعد في البيت ولابت فيه. مس لميا. مس لميا، فاكرة وانا صغير في المدرسة لما قلت لي روح يا مازو إلهي لا تكسب ولا تربح؟ ضن انا لا كسبت ولا ربحت. لا الصراحة انا كسبت، انا كسبان وسيم لحد دلوقتي، بس انا ما ربحتش. انا خسرت كل حاجة يا مس لميا، حتى المازو لاند. انا ندمت. انا مين ايه؟ انا مازو بتاع مقلب الغيرة. لما حطيت لك الغيرة على السبورة وحطيت ايدك على السبورة ولزقت، انا مالي بقى قطعتيها؟ ما انا بقول لك انا اسف يا ست، انا اسف. تصدقي انا اسف ان انا اسف. انكل زياد. انكل زياد، انا مازو كنت جارك وكهربت لك أكرة الباب وانت داخل مسكتها جالك صرع. انا اسف. استاذ باهر كيس الميه. استاذ باهر، انا مازو كنت رزعتك بكيس الميه في وشك وانت خارج من صلاه العيد وقلبت ابنك في العيديه. ايوه انا ندمت، وقول لابنك ان العيديه لسه معايا لحد دلوقتي. هو الناس دي عايزه ايه؟ بقول لك ايه يا مازو، بصراحه انا زهقت، يعني ده الليسته ما بتخلصش، ده انت شكلك اذيت الكره الارضيه كلها. انا بقول نعمل جروب احسن ونسميه ضحايا مازو، وتبعت لهم كلهم رساله جماعيه، واللي يسامحك يسامحك واللي ما يسامحكش ما يسامحكش، لان واضح كده اصلا ان محدش هيسامحك. محدش هيسامحني فعلا. تصدقي انا ندمت ان انا ندمت. سعدون هيسامحني. انا عايزك يا شيماء ترجعي عقد الاحتكار لسعدون عشان ما بقاش اذيته. ماشي. وانت يا غريب مش هتسامحني برضه؟ الا مسامحك يا مازو بيه، انت على كل الاذى اللي اذيتهولي ده، انما عملت معايا حاجه هي اللي مصفيه دايما قلبي من ناحيتك.
ايه هي؟ انا مش فاكر ان انا عملت فيك اي حاجه كويسه. لا، فاكر لما خلف ودهشوري كانوا عايزين ياخدوا طارهم مني وتجري وراي وقلبوا عليا الدنيا؟ مين اللي خباني في بيته واكلني وشربني؟ ما انت يا مظلوميه. لا ما تسامحنيش بقى يا غريب، لان انا شلتك عندي في البيت مش عشان اخبيك منهم. انا كنت عامل لك مصيده وقايل لهم ان انت عندي في البيت. ايه يا شيماء؟ انت كمان هتنطي من المركب وتسيبيني؟ ايوه، انا كان لازم اصلا اخلع من زمان، بس اتاخرت قوي. انا عملت كل حاجه عشان ارضيك، وانت برضو مفيش فايده فيك. عملت ايه يا شيماء؟ انت اول واحده فيهم سرقتيني. ما انت طول الوقت بتسرقنا يا مازو. انا متوقع مني طول عمري كده، لعبي وزباله وبعمل كل حاجه غلط، انما انت لا، انت كنتي انضف واحده في البيت ده. كنت بقى، لكن دلوقتي بقيت ازبل منك. وكل ده بسبب ايه؟ اللعبه. انا كرهتها، كرهتك يا لعبه، كرهتك. عندك حق، كله بسبب اللعبه. انا خلاص يا شيماء مش عايز العب تاني. بجد؟ بجد يا شيماء. بجد يا مازو؟ اللعبه دي ضيعتنا. يعني مش هتلعب تاني وهترجع تحبني زي الاول؟ ايوه يا شيماء، اللعبه دي خسرتني كل حاجه في حياتي، حتى عيلتي. لازم نرجع نتلم حوالين بعض تاني. اللعبه. يا صباح الخير على اللعيبه. يومنا النهارده مليان اخبار وتفاصيل مهمه. في البدايه احب افكركم انه فاضل 48 ساعه على يوم 12/12 وينتهي ليفل اللعب، والنتيجه لحد دلوقتي 6 مازو و5 وسيم. مش فارقه، انا كده كده بفنش. يعني انا لو كسبت التحدي ده ابقى كسبت اللعبه، لان حتى لو هو كسبني في الاخر هبقى فارق عنه بنقطه. مجلس اللعبه عارف انكم بقيتوا على الحديده، وعشان كده قررنا المهمه الجديده هتبقى جايزتها 10 مليون جنيه. هات الصندوق اللي على الباب يا مازو. ايه الجاكيت ده؟ جاكيت ايه؟ ايوه جاكيت. المهمه المره دي هيكون مطلوب من مازو 4 اوردرات مفاجاه، ولازم ينجح فيها وينفذها. وفي نفس الوقت هيكون مطلوب من وسيم انه يمنع مازو انه ينفذ الاوردرات دي وباي طريقه. والجاكيت ده ايه؟ الجاكيت ده يا مازو هو عقابك عشان خسرت المهمه اللي فاتت. هتلبس الجاكيت ده انت ووسيم مع بعض عشان يفضل لازق لك في كل خطوه. يعني ايه؟ ازاي احنا الاتنين في جاكيت؟ يعني هيمنعني ويفضل لازق لي؟ انت بتطبلي الوسيم ليه؟ هي دي المهمه. المهمه اسمها راسين في جاكيته. راسين في جاكيته؟ هي مش كانت حاجتين في حاجه تالته؟ ملحوظه يا وسيم، ما ينفعش ما تروحش مع مازو اماكن الاوردرات والا تكون خسران. ودلوقتي انزلوا قدام كوافير ايهاب سعيد اللي في الشارع اللي وراكم واستنوا اول اوردر. باي. هتأذنك عشان لابس لبس النوم؟ سوري. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه التهزيق اللي احنا فيه ده؟ هو اللي بيلعب بينا ده ايه؟ ترزي؟ يا وسيم والنبي لم جنابك شويه، انا مش عارف اتحرك جوه الجاكيت. انا مش عارف ده عقاب ليك ولا عقاب ليا. ايه التلزيق اللي احنا فيه ده؟ ما تتكلمش انت عن التلزيق والنبي. بقول لك يا وسيم انت اناني قوي، انت ليه واخد الجنب اليمين؟ انا ما بعرفش اكتب بالشمال. انت شمال اصلا يا مازو. حلاقه اهو. بقول لك ايه، المهمه دي لازم تخلص النهارده، لان لا قدر الله لو نمنا بالليل بالوضع ده وانت اتقلبت ووقعت عليا انا هفقد حياتي. انت متفائل قوي. المهمه دي يا حبيبي هتخلص دلوقتي حالا. حالا؟ اوعدك حالا. اول مهمه ليك يا مازو انك تحلق شعر الزبون اللي جاي عليه الدور دلوقتي، وفي خلال ساعه بالظبط. وطبعا وسيم عارف مطلوب منه ايه. ريدي ستيدي جو. اتفضل. اتفضل. اتفضل انت. اتفضل يا باشا. اتفضل يمين والله الاول. يمين. صح صح. استنى يا مازو، استنى ما تصعش ما تصعش. أؤمره. أؤمر مش أؤمره. أنا شخص واحد بس براسين. حالة خاصة جدا ونادرة جدا، حتى بص. شفت؟ يعني أعمل أنا إيه دلوقتي؟ اتفضل، ولا أقول لكم اتفضلوا وارتاحوا. نعيم أنا يا باشمهندس. الراجل ده خلص خلاص. يا ترى مين اللي جاي؟
هنتاخر ولا ايه؟ غريب يا ابن المحظوظ. يا فرج الله، غريب انت ايه اللي جابك؟ انا هحلق لك دلوقتي. وسيم بيه ومازو بيه، انتوا ايه اللي خلاكم قطعه واحده؟ انا مش هينفع اقول لك يعني ما خدش باله خالص، غبي جدا. طبعا تيم مازو، متوقع ايه؟ غريبة انا ووسيم اتصالحنا وعملنا اتفاقية توأمة وهنفضل لازقين في بعض فترة، بس انت شعرك حلو جدا يا غريب، شعرك حلو جدا. انت بتحاول تبقى وسيم يالا إيه؟ بس حلو، انت وسيم اكتر من وسيم. لا اصل انا شعري ده مجنني. مجننك ايه بس يا غريب؟ انت شعرك وحش جدا ولازم يتحلق زيرو دلوقتي. لا شعري لا يمكن يتحلق ولا يمكن حد يمد يده عليه. لا يمكن يتحلق ايه؟ امال انت جاي الحلاق ليه؟ تقرا الجورنال؟ احنا بعد الكرياتين كان عندنا بروتين، وبعد البروتين كان لازم نحط ديتوكس، لان ده اللي بننظف بيه الخلايا بتاعه الشعر، وبعد الديتوكس بنحط بوتوكس، وبعدين بننزل بيه الكافيار وننزل بماسك الزبادي الحسه وانام. بالهنا والشفا، بالهنا والشفا بقى. تعمل ماسك الزبادي بتاعك ونشرب الشاي كمان ونتكل على الله. نتكل على الله ايه؟ استنى يا وسيم يا غريب، انت شعرك دلوقتي مجرب ومعفن ومكتكت ومليان حشرات، ولو دورت جواه هتلاقي بني ادمين عايشين. يا ابني انت شعرك ده هو كاريزمتك، انت كاريزمتك في شعرك. هتمشي من غير كاريزما؟ لا هتمشي من غير كاريزما؟ لا انا بقول لك هتمشي من غير كاريزما. ويبص جاي من غير كاريزما يقول عليه ايه في البلد؟ يقولوا ماشي من غير كاريزما. الكاريزما نعمه واللي يكرهها يعمى. غريب انا هجيب لك من الاخر، هتحلق شعرك وهتاخد نص مليون جنيه. مش هتحلق شعرك وهتاخد مليون جنيه. هتحلق شعرك وهتاخد مليون ونص. مش هتحلق شعرك وهتاخد 2 مليون. ايه التوأمه الهبله اللي انتوا فيها دي؟ ده انا شعري يوميا بحط عليه جاز ب 400 جنيه. جاز؟ يعني انت حاطط عليه جاز دلوقتي؟ غرقان. غريب ما تزعلش مني. لا 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 يلا خلاص خلاص. استنى يا عم بالراحه، استعجل عليا هتتجلد. هي دي الشقه؟ مطلوب منك يا مازو تجيب كل الفلوس اللي في حصالة الطفل البريء يوسف عادل فهمي، وانت يا وسيم دورك المرة دي بطولي انك تحافظ على تحويشة الطفل الغلبان، والمدة المحددة لتنفيذ الاوردر ده هي 10 دقايق بس. بس؟ صحيح، في علبة جوه الزرع اللي قدامك ده تساعدك يا مازو على الدخول. يلا تشاو. هتعمل ايه يا حبيبي؟ هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ مش هنسرق العبيط ولا ايه؟ مش هنسرق. ايه؟ مسدس؟ انا مش هسيبك تعمل كده يا مازو، بقى لعبه ولا مش حرامي! 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 يا لهوي اتهورت انا. يا ظهرك اللي هيتقطم يا مازو. شيلوا معايا. مين دول؟ شيلوا معايا. نهار اسود. ايوه اقعدوا فين انتوا هنا؟ نقعد في اي حته يا سيدي. ده ماله ده نجيب له. نهار اسود. انت مين يا عم انت؟ انتوا مين يا جدعان وعايزين ايه وايه اللي جاب؟ يا نهار اسود. انا عايز الحصاله. حصلت ايه؟ يوسف. مش عندكم ابن اسمه يوسف؟ انا عايز حصلته. نهار اسود، انت عايز تخطف ابني؟ انا عايز الحصاله، اطلعوا هاتوها لي. طب لو عايز فلوس خد الساعه دي غاليه. ساعه ايه اللي بتديها وانا جاي اسرق؟ يعني ده منظر حرامي؟ في واحد جاي يسرق هيلبس واحد قد كده معاه في الجاكيت؟ اطلع هات الحصاله، مش عايز حاجه. طب انت عايز حصاله ليه؟ طب هيكون فيها كام؟ في خزنه فوق، اطلع اجيب لك منها في 20,000 فوق في الخزنه. بص خد انت 20,000 اهم. ايه ده؟ واطلع هات لي الحصاله. يلا. انت عايز تخطف ابني صح؟ انت بتتكلمي ليه؟ يلا. اطلعي هات. هطلع انا اجيب الحصاله. اسف انا مش هديكم الحصاله. يا حبيبي ايه يا حبيبي؟ ده معاه مسدس وممكن يموتنا. ممكن تسمع الكلام وتديله الحصاله. لا دي تحويشه العمر. عمرك ايه يالا؟ انت مواليد يوم السبت اللي فات يالا. هات الحصاله بدل ما اقوم هعمل وشك انت حصاله. ايه ده بس؟ هات يا حبيب قلبي اسمع الكلام. ده مبدأ وما بغيرهوش. مبدأ ايه؟ الواد ده الولد انت الوحيد اللي شفته اختت من اكرم ابن وسيم واتنح من كريم ابني، وانا لولا الفريزر اللي مربوط فيه ده كنت قمت جبت الحصاله بايدي. هات الحصاله. حاضر يا استاذ. ايه ده بس؟ يلا اتفضل 10 ثواني. انا اسف اتفضل. يا لحقت في اخر لحظه. اوبا، تعادل غير متوقع وريمونتادا قوية من وسيم. قدرت تكسب المهمة في الاوردر قبل الاخير. يكسب ايه؟ ما انا اللي جبت الحصاله اهي. الاوردر كان انك تجيب حصالة يوسف خلال 10 دقايق، بس مبروك عليك حصالة حبيبة اخته الصغيرة اللي بتحوش فيها فلوسها. ولا يوسف، هي دي مش حصلتك؟
لا دي حصيلة حبيبة. يعني انا خسرت ال 10 مليون؟ هو في ايه بس حضرتك؟ هات الفلوس. طب هو ده حضرتك ميت ولا وانا كده لبست البصمات ولا في ايه؟ اهلا باللعيبه. زي ما انتوا شايفين ورايا كده 6 مهمات فوز لكل واحد فيكم، واحب افكركم ان بكره 12/12 وجه دلوقتي ميعاد المهمه الاخيره. وسيم ومازو كل واحد فيكم يجهز شنطته للسفر. بكره تبقوا موجودين في قريه غرب سهيل في اسوان الساعه 9 الصبح. واخيرا تشاو. مش كنت عايز تسافر؟ يلا هنطلع اسوان. هتطلع اسوان بعد اذنك. بسيوني. نعم. انت قائد الفريق من دلوقتي. مع السلامة يا راجل يا طيب. مازو انت اجمد لعيب انا شفته في حياتي. انت اكبر حمار انا شفته في حياتي. بعد اذنكم. ايه العبث ده؟ يا حبيبي حته منه. انت ايه بس وانت بتعيط بجد؟ انت رايح معاها رايح خالص. كلنا رايحين. كلنا رايحين اه. اشوف وشكم بخير. مع السلامه يا حبيبتي. مع السلامه. مع السلامه. بقول لك ايه، ده خط ولا كارت؟ خط ولا كارت ايه؟ انت فاكر نفسك هتلعب معايا؟ انت دون المستوى. دون المستوى؟ ولو كان موبايل عدل ما كانش اداهولي. يعني ايه مش هتلعب يا مازو؟ يعني مش هلعب يا شيماء، خلاص مش هلعب تاني. طب ده انا هلعب معاك يا حبيبي واحنا حبايب. وانت كده بتشجعيني يعني؟ ده سبب انح انك تخليني اعتزل اللعب خالص. لا يا شيماء انا مش عايز العب خلاص اصلا وسيم مش هيلعب. هلاعب مين في النهائي؟ هعمل المازو شيك على مين؟ بسيون الملط؟ يعني انزل من الدوري الانجليزي لكاس مصر؟ طب اهدى بس يا حبيبي. بص مش انا كنت اكتر واحده مش عايزاك تلعب، بس يعني دي متسهله اهي بزياده. احنا بس هنسافر اسوان ناخد ال 10 مليون جنيه ونرجع. كفايه بقى نبقى كلاب اللعبه وبنجري ورا الفلوس وبس. لا يا شيماء اللعبه دي بوظت حياتنا، واحنا في الاخر اهو خارجين متعادلين مش خسرانين، حبايب يعني. طب اقول لك تعال نروح اسوان نجيب كركديه وسوداني اسواني عشان رمضان ونرجع. يبقى هاتيهم من ميدان الجامع. انا مش عايز اسمع سيره اللعب تاني، انا هخرج اللعبه دي من دمي. وموبايل اللعبه اهو مش عايز اشوفه تاني. خلاص يا مازو اللي يريحك يا حبيبي. صح بلاش نبقى كلاب اللعبه. مكتوب لك يا بسوني يا ابن الملط. صباح مازو يا كلب اللعبة يا واطي مازو. رني يا لعبه بقى، رني حرام عليكي. اول مره هلعب من غير فرقتي الواقعه، فرصه عمري. الوقعه دي هتبقى ليلتك ان شاء الله يا مازو.
هو مازو حبوب الهوا الحلو. قول لي يا مازو. وحشتك ولا عادي ولا ايه؟ عادي. انا كنت عايز اسالك على حاجه يا مازو. انا قصدي انا عايز اشكرك ان انت رجعت لي عقد الاحتكار تاني وخلتني اغني. العفو. وغنيت؟ حفله واحده بس اتحبست 3 ايام على ذمه القضيه. البلد دي فيها قانون. وحشني يا سي مازو، والله العظيم وحشني. اللعبه حجزت لنا التيكت وعملت لنا شير لوكيشن هنا غرب سهير. سهير مين؟ صاحبه المكان. يا غبي، صاحبة المكان هنا اسمها سهيل. وانت كلب الست ليك عين تيجي بعد ما طردتني من المازو لاند؟ بس المازو انت عارف ان انا ماليش غيرك، انا قلت هنا اطلع اكل معاك لقمه عيش حلوه. يا راجل، ولا نازو هانم طردتك من المازو لاند فقلت تجيلي؟ لا طردتني ايه؟ دي ادتني اجازه يومين كمكافاه، فقلت انا اطلع اكل معاك لقمه عيش حلوه. يعني انت هازي برضه. وايه المايو ده؟ ايه المايو ده؟ دي اسوان. ما هو جاي اسوان عشان يصيف. طب بصوا يا جماعه، بص انا طبعا ما عنديش مبرر اقوله لكم، انما انا قلت اريحكم واطلع انا اكسب بسيوني اوام وارجع نوزع الفلوس علينا. فانا مش عايزكم بقى تشغلوا بالكم باللعب خالص والحاجات دي، عايزكم هنا تتفسحوا وتنبسطوا وتخليكم ورا عصفوره، وكله على حسابي. والنبي يا جماعه انا هلاعب بسيوني في النهائي، ودي فرصه ما بتجيش في العمر مرتين. لما تجيبوا سيره بسيوني سمير الألفي تتكلموا عنه بألف حساب. مونديال كابتن مالتينيشن حضر. إذا كنت مستقوي على بسيوني عشان هو مالت، لازم تعرف إن هو معاه شويكار وليد. بسيوني انت مش متخيل هي صعبه عليا قد ايه ان العبك انت في النهائي. اصل لعبهم معايا صعب عليهم، لعبي تقيل قوي عليهم. تقيل ايه يا بسيوني؟ انا مكسوف صدقني يا بسيوني. هزيمه مخزيه من وسيم اشرف لي من فوز جامح على ملط زيك. انا بسيوني الملط. لا يا حبيبي ما تقولش على نفسك كده. انا ملط فعلا ومصر كلها عارفه، لكن ملط بس مناخيري لفوق. واللعب بتاع زمان الرخيص السهل اللي المكسب فيه بيجي بسهوله، ايام اللي اسمه وسيم. اللي اسمه وسيم ده. لما كبار اللعبه يتكلموا الصغيرين اللي زيك يسكتوا يا بسيوني. هو يا اصحابي. هاي ورحمه الله وبركاته. اتفضل. وسيم. ايوه وسيم يا بسيوني. وبعدين يلا سلموا تليفون اللعبه للقائد العظيم السريتي وسيم. الحمد لله على السلامه يا لعيبه. هو انت رجعت تاني؟ انت مش قلت مسافر؟ ايه لعب العيال ده؟ لعب عيال ايه يا بسيوني؟ انت مش عايزني ارجع والعب واكسب؟ لا بس ما حبيتكش تلعب. انا ما لحقتش العب بالتليفون حتى. وبعدين انا كان نفسي اعيش دور القائد العظيم اللي معاه فريقه. قائد ايه يا بسيوني؟ انت اخرك احتياطي على الدكه. سلم موبايل اللعب يلا اتفضل. مش خدش قدام شويكار عشان شخصيتي ما تتهزش. طب سلم موبايل اللعب بالراحه كده. الحمد لله على السلامه يا ويسو. فوزي في النهايه على اي لوزر غيرك ما كانش هيبقى ليه اي طعم ولا لون ولا ريحه. لعلمك يا مازو، الفتره اللي انا قعدتها بعيد عن ايسو علمتني حاجه واحده بس، الحب. وانا بحبك يا مازو، بحبكم وبحب اللعب وبحبكم وبحب ايسو، وجاي عشان اسفلتك وهنكسب يا مازو. اللعبه اتكلمت او اي حاجه؟ اللعبه ما اتكلمت، بس اللعبه انا شفت عجمي من شويه. اهو عجمي خد تعالى اقول لك. يا عجمي تعالى خد. بعدين بقى يا استاذ مازو مش هينفع كده، انا قلت هتوه وسط الناس دي مش هتعرفني. تتوه وسط مين يا عجمي؟ اقف يا عجمي، اقف وسطهم كده صوره والنبي يا جماعه معلش. تعالى يا عجمي بص. انا انهي واحد فيهم؟ انهي واحد فيهم ايه يا عجمي؟ يا عجمي ابوس ايدك، ده انت بروزت نفسك زياده والنبي يا عجمي. شوف هوايه غير التنكر عشان انت وحش قوي قوي. طب انا بعرف اقلد ممثلين. تعالى يا عجمي. يلا يا عجمي لو سمحت قول لنا ايه التحدي الجديد. في البدايه احب اشكرك. مفيش بدايه، احنا عايزين النهايه يا حبيبي. اخلص. تعالوا ورايا على النقطه 0. اتفضل. بعد اذن حضرتك انا عايز اقول لحضرتك ان انا مبسوط جدا ان انا قابلتك بعد العمر ده كله. مش حضرتك ابو كف تخين وملظلظ؟ تحب تجربه يا سعدون؟ لا بهزر يا مستر ما تهزرش معايا يا سعدون. اتفضل اتفضل اتفضل. دي النقطة 0. النقطة ايه؟ هنبدأ من هنا. حمد لله على السلامة يا لعيبة. أسوان منورة بيكو. النهاردة 12/12
آخر يوم في اللعبة، ودي المهمة الأخيرة مع بعض للأسف. مطلوب من كل فريق منكم يوصل جاكيت الفريق بتاعه لمرسى معبد فيلة. وايه الصعب اللي في كده؟ الصعب في كده ان كل جاكيت من دول عليه 30 بالونة، ومش هتلعبوا مع بعض. كل واحد من الفريق هيوصل الجاكيت من نقطة لزميله اللي مستنيه في النقطة اللي بعدها، والفريق اللي هيحافظ على أكبر عدد بلالين في الجاكيت بتاعه ويوصل للمعبد قبل الغروب هيفوز في ليفل اللعب مع الكبار. يعني تحافظ على البلالين، مبروك عليك الملايين. أما عقابك يا مازو، ليه بتعمل كده؟ حرام عليك. ده عقابك يا استاذ مازو، هتبدا ب5 بلالين اقل من وسيم. زي ما اللعبة شرحت بالظبط، كل واحد فينا هيلبس الجاكيت اللي فيه البلالين وهيتحرك من نقطة لنقطة ويسلم الجاكيت للي بعده لحد ما نوصل بالبلالين لمعبد فيلة. أهم حاجة نوصل بأكبر عدد من البلالين سليمة. فاهم يا سعدون؟ ان شاء الله. بلالين؟ ما كانت تبعت لنا بالمرة بومب وصواريخ، ده ايه التفاهة دي؟ يبقى حسب البلالين من أولها. المهم في 4 نقط هنتحرك فيهم، A B C D. هنبتدي سعدون، غريب، شيماء، وانا اخر واحد. حلو. مستر موزو، ممكن لو انت مش محتاجني اروح انا البحر؟ ايوه، انزل عوم في البحر عشان يطلع لك تمساح النيل يقرمك في فخدك الابيض ده. خليك واقف جنبي، محتاج حد افش غل فيه. حاضر. موزو، ايه في ايه؟ انت قلت انا اللي ابتدي. انا متشكر قوي يا موزو على ثقتك الغاليه دي، هتخليني اول واحد اهدم. حبيبي يا موزو. يا سعدون، انا ماشيها بطريقه ضربات الجزاء. انت عارف لما فرقه بتلعب ضربات جزاء بيخلوا اول واحد يشوط احمر واحد في الفرقه. مين احمر واحد في الفرقه عندنا؟ سعدون. بس خلاص. بس انا متشكر جدا. العفو يا سعدون. دلوقتي انت هتتحرك من النقطه ايه؟ ماشي. ايه؟ انت هتتحرك من النقطه ايه؟ ايوه ايه يعني؟ انت هتتحرك من النقطه ايه؟ حرف ايه؟ بالانجليزي حرف ايه؟ ما تقول. طيب ماشي. خليك سريع يا سعدون ووصل باسرع طريقه. ابوس ايدك. عيب. ما تموتنيش. عيب. ما تشلنيش. عيب. ماشي تمام. يلا بينا. انت هتتحرك بعد 5 دقايق واحنا هنستناك عند بي. بي ده واحد صاحبك ساكن هنا؟ بي حرف بي يا سعدون بقى. الانجليزي. معلش بس يا مازو بيه، انا عندي سؤال صغير بس يعني عشان ابقى معاكم يعني. قول يا حبيبي. ايه التحدي؟ لا البلالين هتفرقع. ليه غربة وغرابة. يلا. القطة العامية سرقت قميصي. يا جماعة ايه العبط اللي احنا بنعمله ده؟ انا مش مقتنع بكده. ولا انا كمان مقتنعه. يعني ايه قطه عاميه وتسرق قميص؟ ايه الهبل ده يا اسراء اللي انت بتقوليه؟ انا مش مقتنع يا جماعه باللي احنا بنعمله. اي حد يلبسه خلاص. الفرقه الثانيه اتحركت، احنا المغرب هيدن علينا. عندك حق يا مستر وسيم. الحق حق. يلا. طلعوا الحق المستحق البيلي بقى. شويكار تعالي يا حلوه. ايه ده؟ ازاي بس انا اول واحده؟ طب انا كنت عايزه انزل السوق اجيب حاجات رمضان. يا حبيبتي السوق ايه؟ احنا بس نكسب ال 20 مليون وهنزل اشتري لك السوق كله. يلا بقى. امشي؟ امشي. طب ما تخافش، هحافظ عليهم بعينيا. مش خايف. مع السلامه يا شويكار. طلع النقطه بيه. يلا. هاتي عندي. خلي بالك على حاجه احسن تقيله قوي. حاجه ايه بس؟ انا عارف. يا ريتني ما رجعت من المطار. ياه، وحشتك قوي كده. خلاص روح لها. خلاص يا اسراء مش وقته بقى. البس يا بسبوسه. خلي بالك على البالونات يا بسبوس. اتكل على الله. يلا يلا يا حبيبي. يلا احمد. ربنا معاك. لا اله الا الله. محمد رسول الله. الو، انت فين يا قاموس الفشل؟ يا مازو انت عمال تزعق لي كده هتخليني افقد تركيزي يا مازو. ثم انا مالي؟ هو انا اللي سايق الاتوبيس؟ ما الراجل السواق اللي سايق. قلت لك اطمن، البلالين بتوعك سلام وزي الفل، مفيش حاجه فيهم. اسال السواق اللي عندك قدامك قد ايه. السلام عليكم يا عم الاسطى. هو احنا قدامنا قد ايه ان شاء الله في الرحله دي؟ 11 ساعه تقريبا. بيقول لك 11 ساعه تقريبا على الGPL. 11 ساعه ايه؟ سعدون، هو انت متاكد انك راكب الاتوبيس ولا انت الاتوبيس عطلان وانت بتزقه؟
ثانية واحدة. صحيح يا اسطى، يعني إذا كان المتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل. 11 ساعة ليه على الجي بي ال؟ ده احنا لسه معديين من قدام المتحف من 5 ثواني. لا حضرتك احنا رايحين المتحف المصري اللي في ميدان الرماية. ثانية واحدة. الحق يا مازو. السواق شنبه برتقاني وعمال يهزي ويقول حاجات غريبة قوي يا مازو. تقريبا كده في ميس استيوبد بيقول. انا بقول لك في خازوق جاي، انا متاكد. قول يا سعدون قول. ده بيخل باتفاقنا وبيقول لي ان هو مش هينزلني قدام المتحف، هينزلني في ميدان الرمايه وانا هاخد توك توك اخش بيه المتحف. يا نهار اسود. سعدون الاتوبيس اللي عندك ده مكتوب عليه اسوان القاهره؟ مظبوط، الاتوبيس مكتوب عليه اسوان القاهره صح. الله يخرب بيتك يا سعدون. الله انزل بسرعه من الاتوبيس، انزل باي طريقه. ماشي، هقول له استنى يا اسطى، الحقني يا مازو، السواق مش عايز يقف، السواق خاطفني يا مازو، الحقني. نط من الاتوبيس، اضرب السواق وخلي الاتوبيس يتقلب. ماشي هقلب الاتوبيس. لا استنى، ما تعملش كده، لو الاتوبيس اتقلب البلالين هتفرقع. اتصرف يا سعدون، اتصرف واهرب وتعالى لي بسرعه. هتصرف، يلا. لا اله الا الله. غبي. خير يا مستر مازو، في ايه؟ سعدون ركب الاتوبيس اللي رايح القاهره. يا ساتر، انا تعبت قوي، تعبت وجوعت. ربنا كافئني شويه لحمه. السلام عليكم. عايز من ايديك الحلوه بقى طبق كفته وطرب كده وشويه بقدونس من تحت وروق لي الطبق. ويا ريت كمان شويه طحينه. مزه كذا. اهلا تعالى. وحشتكوا ولا عادي؟ يلا بينا يا حنطور، يلا بينا يا حنطور. تعالى. ما هو الحصان اللي ماشي. شكرا. ممكن انزل يا عمو؟ ماشي. ثانية واحدة. قول للحصان يستنى. قول لي سبب واحد يخليني اقتلك من غير ما افرقع البلالين، اعملها ازاي؟ ما خلاص بقى يا مازو، ما هو رجع اهو بالبلالين سليمه. سليمه ايه؟ اللعبه بعتت لي من شويه في 9 بلالين فرقعوا ازاي يا سعدون؟ فرقعوا ازاي؟ قول. انا هقول له وحدي، انا هعترف من غير سباب ولا شتيمه ولا غلط. البلالين فرقعت ازاي؟ قول. ما انت اما كشمت لي جامد قررت اعمل عمليه انتحاريه، رحت ناطط من الاتوبيس. راحت البلالين مفرقعه. لا اشتري مني. لا نزلت في حته صحراء كبيره جدا فمشيت، قعدت امشي. البلالين فرقعت. لا ما استنى بس اشتري مني. عطشت قوي، ريقي بقى عامل زي العصايه الناشفه. ببص لقيت كولدير، رحت داخل عليه. اتلموا عليك البلالين فرقعت. لا استبر. اما الكولدير ما كانش فيه ميه فعيطت وسبته ومشيت. من كتر التعب قررت ان انا اقعد استريح شويه، رحت قاعد وساند ظهري كده على شجره صبار. بس اقلع وامشي من حاضر. اتفضل. الطاقيه اهي اتفضل. اقلع الجاكيت، انت بتقلع ايه؟ انا اهي. بس موزو بقول لك ايه، كنت عايز استاذنك بس، هروح ساعه كنت حاجز تماسيح مساج ثيرابي سيشن كده، هم مشهورين بيها قوي هنا، بياكل الجلد الميت بقى كل اللي في الرجل. روح يا حبيبي روح، وصيهم ياكلوا الجلد الميت والجلد الحي وياكلوك انت شخصيا. خلاص. غريب، خلي بالك على البلالين. عيب عليك يا مازو بيه، انت فاكرني سعدون ولا ايه؟ لا طبعا، انت مهما كنت جحش مش هتوصل للليفل ده، هنستناك عند النقطه سي. اي كان سي. انا في حاجه واحده بس اللي نفسي اعرفها. قول. انا لبست الفيست وسمعت كلام. التحدي على ايه؟ ايه؟ معاك إيه؟ ما امسك نفسك يا مازو، امسك نفسك مستر مازو. امشي عشان انت فاكر ان هو اذكى مني. هو غبي شويه بس الولد، بس عادي احنا غراب قوي. هندربه. خدوني معاك. أربعة بس يودي. الدوم بسرعة، عيسى مش قادر. حاجة الدوم يا ماما. الدوم بسرعة. بعد الشر عليك يا عم، بعد الشر. عيب عليك يا مازو بيه، اخاف من مين؟ انا ماشي وسط اهلي وناسي، ولا يمكن حد هنا يستجرأ يجرب من بالونه واحده من بلاليني. ايوه خد يا حبيبي. ايه خد يا حبيبي ده؟
انت بتعزم على عيل صغير ببالونه؟ لا يعني هعزم على عيل ببالونه، يعني دي امانه، انا لازم احافظ عليها، يعني انت عارفني. ويلا بقى اقفل عشان انت معطلني يا مظبوط. ما تحفش. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بالله عليك يا حاج، لو عايز اطلع على النيل اطلع كده ولا كده؟ كده؟ الله يبارك لك. غريب. انت تعرفني منين يا جدع انت؟ ايه اللي اعرفك؟ انا ما بحلمش اشوف حد غيرك. هو انا نجم يا حاج بس مش للدرجه دي يعني. انت مش فاكرني؟ انت معانا في الجروب؟ انا حسان ولا سرحان؟ ابن الجعان ابن العطشان ابن العيان ابن الندمان. انا ندمان اني سالتك من الاول. مش انت اللي جدك قتل جدي؟ طارنا من عارنا. اسمع يا انكل حسان، انت عارف ان انا طول عمري في البلد انا الوحيد اللي باجي لك يا انكل، وهفضل لاخر نفس في عمري اقول لك يا انكل، بس سيبني اعيش يا انكل حسان. اهدي اهدي. لا بس اهلا شرفت. 4 بسيوني، 4 بلالين في مشوار 10 دقايق. لو تعرف بس اللي حصل لي هتشكرني، ان انا وقع مني بس شويه دول، وان انا نجوت بنفسي من اللي حصل لي. حادثه فظيعه. احنا بنحمد ربنا ان انت جيت اصلا بهدومك يا ملط. وايه الريحه دي؟ دي ريحه كفته. لا طرب. طرب؟ قصدي ضرب يعني، اصل انا بعد الحادثه والخناقه حصل ضرب، كلت علقه. وايه البقدونس اللي في اسنانك ده يا بسيوني؟ بقدونس؟ اصل انا وانا بهرب من العصابه اتكعبلت على وشي على النجيله. ودي طحينه يا بسيوني، ودي كمان طحينه. طحينه يا بسيوني ولا مش طحينه؟ اقول طحينه. ايوه طحينه. كلت، كنت جعان وكلت. ايه انت ما بتجوعش يا اخي؟ شويه طرب جنب شويه طحين على الشوايه، انما ايه يستاهلوا بقك بصراحه. شوايه؟ واقف الشوايه على البلالين يا بس؟ ايه الغباء ده يا بس؟ ما خلاص بقى، انتوا هتطفحوا الراجل اللقمه اللي هو كلها؟ انتوا جعانين ولا ايه؟ متخلفين انت وهو. يلا يا ايسو. ويسو انا خايفه اخذلك. ما تخافيش يا حب، فرقعي فرقعي واتبسطي. انا الفتره اللي قعدتها بعيده عنك يا ايسو علمتني حاجه واحده بس، ان اي حاجه في حياتي ينفع تتفرقع ما عدا انت يا ايسو. وانا اوعدك يا حب ان انا هحافظ عليهم بالونه بالونه، زقزوقه زقزوقه، هحطهم في عينيا. حتى لو كلهم فرقعوا مش مهم، البلالين بتروح وتيجي، لكن اللحظات الحلوه اللي زي دي هي اللي بتفضل العمر كله. ما بالراحه يا اسراء شويه وانت بتلبسي ايه الاوفر ده؟ انت مش لسه قايل لي دلوقتي عادي واللحظات الحلوه ما بتتعوضش والبلالين بتروح وتيجي وكده؟ ايوه يا حبيبتي، البلالين تروح سليمه وتيجي في النقطه دي. اتفضلي. يا رب يفرقعوا كلهم يا رب. كلمي كويس. يلا بينا. يلا يا شوشو. يلا على النقطه دي. يلا بالتوفيق يا مستر زلومه. مع السلامه. الف سلامه. بس بقى انت كمان، انت لسه قاعد ليه؟ قاعد ليه؟ ما انا معاك في الفرقه مازو. لا انت مش معايا في الفرقه، انت خسرت خلاص، بقت بره الفرقه. روح استناني عند دي. استناك عند دي مراتك برضو يا اخي. يا ابني روح استناني عند دي، الحرف عند حرف دي ايه الغباء ده؟ يلا روح عند معبد فيلة. يلا ماشي. هستناكوا عند معهد فيلة. ماشي خلاص. انا مالي الله، انا مالي، هو اللي قالها. وانت قاعد كده ليه بفخادك دي؟ هيتقبض علينا. روح استر نفسك. بقول لك ايه، روح استنانا عند دي. ممكن نروح عند سي؟ ما ينفعش، ما احنا عند سي يا حبيبي. لا انا قصدي سي اللي هو البحر. امشي من قدامي. قوم يلا قوم يلا، استر نفسك، يلا استر نفسك، اجري. انت فين يا غريب الكلب انت كمان؟ ايه يا استاذ مصر؟ اللي بيفرقع ده يا غريب الكلب، انت كويس؟ انا كنت كويس لحد ما انت كلمتني. البلالين دي بتفرقع عليه. حسان ولد الدهشان ولد العيان ولد الجعان عايز يقتلني. يقتلك؟ لا اياك يقتلك، اوعى تموت. قسما بالله يا غريب لو مت ورجعت من غير البلالين لا اقتلك انا. ارحمني يا انكل حسان. الو. منوره. بنورك يا حبيبي. رفاعة جه أوزان. جوزيه ايه يا حبيبي؟ رفاعة جه أوزان. جوزيه ايه يا ماما؟ متجوزه يا حبيبي، متجوزه. جه أوزان. هجيب لكم حاضر، هجيب لكم. لا 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 وحياتي، لا 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 حرام عليكم. لا البلالين، لا هجيب لك لا سامحني يا وسيم. غريب لف كده لف. يا لهوي
بلالين الله يخرب بيتك. بقول لك ايه، انا بلالين الدنيا كلها بتتعفرط قدام وشي. انا فديت البلالين دي بروحي. فديتهم؟ كل اللي فرقع ده وتقول لي فديتهم؟ اما لو كنت رايح تفجر نفسك كنت قلت لي ايه؟ يلا اخلص. هات هات. امسك لا الريحه دي. ايه الريحه دي؟ ده لافندر. ايه اللافندر؟ اللي بيرصوه اهل البندر. بقول لك ايه يا مازو، انا لا يمكن البس البتاع ده مكان الواد المعفن ده. انا بقول يعني اخد البلالين دي كده وارشقها على العبايه بتاعتي. بقول لك ايه، ده لو غسله في المجاري هتلبسيه. انا عايز افهمك حاجه. خلاص. انا ما بيني وما بين الجلطه شعرايه، شوفي شعرايه ماشي. فلو هتروحي وترجعي والبلالين مش سليمه قولي لنا من دلوقتي ونفرقعها بقى ونقول هي وننبسط وخلاص. عيب عليك يا مازو، انا عمري خذلتك يا حبيبي. شيماء لو بالونه فرقعت تطلعي من بره على اي حاجه غير البيت. ما تقلقش، يودع سره في اذكى خلقه. روح على النقطه دي بقلب جامد يا حبيبي. نظره الذئب مع ابتسامه الحربايه دي مش مريحاني. انت هترجعي بالبلالين يا شيماء، مش هتهربي صح؟ اهرب اروح فين؟ ده انا جايه وراك مخصوص اسوان عشان نبقى مع بعض يا حبيبي. ماشي، انا بحبك انت عارفه. انت هتقولي وانا كمان بحبك يا مزموزه. باي. مش مرتاح قدامي. ممكن ارجع مصر عشان انا ندمان اني جيت؟ غور. انا جيت يا مازو. شيماء ولا بالونه فرقعت؟ ولا بالونه فرقعت. انت خذلتيني يا شيماء، والله خذلتيني، لان انا كنت متاكد ان انت مش هترجعي، انما رجعتي ومعاكي البلالين. انا بحبك يا شيماء. هاتي بقى الجاكيت. استنى. دي عشان حياتي اللي ضيعتها، ودي عشان خاطر ابننا اللي عقدته وخليت كل مصر تقول له يا عاق. لا، ودي عشان حياتي اللي ضيعتها. ما انت قلتيها اول واحده. ودي عشان خليتني اسرقك. ما انت اللي سرقتيني، انت بتعاقبيني انا. ودي عشان المصاريف اللي صرفتها على الدكتور الزفت ده وبرضه مفيش فايده. ودي عشان الا البالونه دي. البالونه دي املي الوحيد الاخير عشان اكسب وسيم يا شيماء. سيبيها لي. انا مش هقول لك سيبيها لي وافتكري حاجات حلوه كتير انا عملتها لك، لان انا ما عملتش اي حاجه حلوه. انا هقول لك افتكري حاجات وحشه كتير كان ممكن اعملها فيكي بس انا ما عملتهاش. عارفه ليه؟ عشان انا برضه في الاخر بحبك يا شيماء. انا لعبي وزباله وعملت كل حاجه وحشه فيكي، بس انا في الاخر بحبك وبرجع لك في الاخر. شيماء ما تكسرنيش. البالونه دي لو فرقعت انا هتكسر. سيبيني اكسب وسيم يا شيماء. هسيبها لك يا مصر بس عشان انا بحبك. يا مزمز، هتروح المعبد ببالونه واحده؟ معقوله دي تيجي يعني؟ انا معايا 10. عندك حق، مش هينفع اروح ببالونه واحده، لازم ال10 اللي عندك يفرقعوا الاول. هاتي الدبوس. يعني ايه؟ يا سمعنا شاكر. نعدي كنا نشوف التافه عمل ايه. بالونه واحده وانا 3. مبروك عليك يا وسوس، اللعب مع الكبار. يس. ايه ده؟ بالونه واحده؟ بالونه واحده زي بعض. انت فرقعتهم ازاي؟ استنى انا هقول لك. انت اكيد طبعا قبل ما تخش حبيت تقول جمله تقفل بيها وقلت يس. يس صح؟ ورحت نزل بفخدتك الضالي دي على البلالين كده. يس. والله العظيم معتمد عليها وانا جاي وبقول يا رب وسيم يعمل الحركه الفيك دي. برافو عليك يا ويسو. يس. تعادلنا كده؟ تعادلنا كده. هنعدي مع بعض. أهلا بيكم يا لعيبة في أرض أجدادكم، ومبروك وصولكم لنهاية الجولة الأخيرة. كده النتيجة تعادل 6-6. عشان كده قرر مجلس إدارة اللعبة إنكم تلعبوا شوط إضافي بقاعدة الهدف الذهبي. انسوا البالونات الصغيرة اللي كانت معاكم. دلوقتي تحدي البالونة الكبيرة. جاهزين؟ جاهزين.
بما انكم اتعادلتوا، ده تحدي البالونة الكبيرة والأخيرة. كل واحد مع العجلة الحربية بتاعته والرمح وبالونة واحدة بس بأول حرف من كل اسم. W لوسيم وإم لمازو. اتبارزوا واللي بالونته هتفرقع هيخسر، والتاني هيكسب ال20 مليون جنيه. يلا فايت. هتقوم. تعالى لي يا مصمص. يلا يا وسيمي يلا. اطير اطير يا مازو اطير. مش محسوبة دي يا مازو على فكرة. اجري. هتعمل ايه يا مازو؟ هتعمل ايه؟ اشوفك الليفل الجاي يا فخد العرب. لا لا. يس يس انا كسبت. وانزل. اهدى يا مصمص بس اهدى. الام هي اللي بتتربط من تحت، لكن الدبليو من فوق. البالونه بتاعتي اهي. واضح ان انت اتعديت قوي من التيم بتاعك.